السلام عليكم البنات. يعني كما كتشوفوا معايا هنا بصله، يعني منقيه بهاد الطريقه هذه اللي كتشوفوا. كنقيوها وكنخليو ليها ديك الرويصه الطويله الفوقانيه. انا اليوم بغيت نوريكم التغميره باسهل طريقه بالنسبه للبنات اللي كيتعلموا الطياب. انا كنشكر السيده بصراحه تيانا اللي علمتني. انا بصراحه في الاول كنت كنبقى نتكتك البصله فاش كنبغي نصايب التغميره، وانتم عارفين تتشد الوقت بزاف باش تتكتكها وكتبقى تطيب يعني خصك واحد ساعه ولا ساعه ونص عاد باش كتغمر لك. هاد الطريقه هذه سهله، عندك فيها قسمين ولا ربع ساعه ما كتفوتيهاش. يعني كنحكو البصله بحال هكا واحد الحكه، كيكونوا عيونها كبار مزيان باش ما تخرج ليناش هي البصله معجنه، يعني كتخرج طريفات. غادي نحك هادشي يعني غنحك داكشي اللي غادي نحتاج ديال البصله في التغميره. يعني من بعد ما ساليت داكشي اللي غادي نحتاج في الحكان، هانتوما كما كتشوفوا حطيتها في واحد الشبيكه وستيتها من الماء، حيت هذا الماء ضروري تستها منها، كيجي مر في الطياب، يعني ضروري تستيها كما قلت لكم هكا. يعني يمكن لك تصايبي بها حتى الخبيزات، اي حاجه بغيتي تصايبيها هكا كتكون يعني في زربه كتسالي في ساعه ما كتشدلكش اليد. هانتوما كتشوفوا يعني هذا الشكل هكا علاش كتجي. غنخليوها تقطر مزيان من الماء، كما قلت لكم الماء ديالها كيكون مره يعني ضروري خصو يتحيد. يعني من بعد غادي نهزها ونلوحها في هذه المرقه هذه اللي طيبت فيها الدجاج. يعني غنلوحها يعني غير حيدت الدجاج غنلوحها مباشره في ديك المريقه غير باش تشرب ليا ديك العطريه وتتغمر مزيان. ومن بعد غنزيدها واحد شويه ديال العطريه. نتوما يعني شفتوا حتى هي والقناص، حيت القناص كيحتاجوا الطياب. كما قلت لكم ما تفوتوش فيها ربع ساعه، كتجي مدغمره اعلى من زويناتها. يعني يمكن لك ديري غير شويه في زربه كيطيب، ما تحتاجيش الوقت. غادي نردو دابا الطنجره طيب، من بعد نوريكم الشكل النهائي ديالها كيفاش كتجي. غنزيدو عليها الكبادي، يعني تتبقى واحد القسم هكا كنزيدو عليها الكبادي، وغادي تشوفوا الشكل النهائي ديالها. انا متيقنه غادي تعجبكم. هانتوما هذا هو الشكل النهائي ديالها. كما قلت لكم كتجي واعره التغميره، يعني تديري انت غير القدر اللي بغيتي. كنتمنى الطريقه تعجبكم وبالصحه والراحه.